بتحكي وبتقول من صغري عارفة تفاصيل كل الخناقات اللي بين بابايا ومامتي، وبعد كل زعل بابا كان بينزل وبيسيب البيت، وماما كانت من زعلها بتقعد تحكي لي اللي حصل، طبعا يعني على قد سني وقتها، وعشان بسمع منها وكنت بشوفها قد ايه زعلانة فكنت ببقى اخده صفها وبزعل انا كمان من بابا. وكل ما كنت بكبر بقى الطبيعي اني عارفة منها كل التفاصيل بتاعت مشاكلهم مع بعض، ومن غير ما احس مع مرور السنين يعني في حاجز نفسي كده اتبنى بيني وبين بابايا. حوالي 15 سنة كانت كفيلة تقفلني من الجواز ومن الرجالة اصلا. دي حكاية بنات كتير، مش البنت دي بس. اصرار الام انها تحكي تفاصيل خلافاتها مع زوجها لبنتهم من باب بقى انها عايزه علاقتهم يبقوا صحاب، او انها كده بتوعيها على الدنيا وبتفهمها بدري. هي في الحقيقه بتفهم بدري، ودي مش ميزه ولا حاجه. المشكله فين؟ ان الاطفال ما بتعرفش تتعاطف مع اللي بتسمعه، هم بس بيتقمصوه. خليني ابسطها لك. الطفل لما بتحكي له حكايه بيعيشها بكل تفاصيلها وبياخد المشاعر دي وكانها حقيقيه، فزي ما امها غضبانه من باباها هي كمان هتعيش الشعور ده. فانت متخيل انك مش بس بتكبرها قبل اوانها، لا انت بتدمر علاقتها بابوها.